السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا اللي بسيت الكحك في الكبة. عملت بقى حبة كحك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده عظمة. بص الكحكاية دايبة دوب اللهم بارك. وبسيت كده الكحك في الكبة بسم الله ما شاء الله. ولا محتاجين عجان ولا محتاجين نقعد نبس الكحك على ايدينا ولا الكلام ده خالص. يلا بقى على الطريقة. 325 جرام من السمنة الباردة تكون خارجة من التلاجة، و325 جرام كده من السمنة السايحة. أنا بحب أعمل ميكس كده بين السمنة البلدي وسمنة فرن، تبقى حلوة قوي. هي زبدة فرن وأنا مسيحاها. هنحط على السمنة الفرن دي، هنحط عليها معلقتين سكر بودر كده ونضربهم لحد ما يبقوا كريمي ويفتحوا خالص كده ولونهم يفتح معايا بالشكل ده، وتحس ان حجم الخليط كده زاد معاكي. بس بعد كده هيكون معايا كده كوباية الا ربع من المية الدافية. هنحط عليها كده باكت خميرة ونسيبها على جنب بقى. وبعد كده معايا كيلو دقيق. انا بحب استعمل الكوثر ده عشان حلو جدا وبصراحة بيديني نتيجة حلوة جدا. كيلو من الدقيق كده نخلاه كويس، وعليه معلقتين من السمسم المحمص، ومعلقتين من الكريم شانتيه الخام، ومعلقتين من اللبن البودر، وذرة ملح، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، وباكت بيكنج باودر. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض، وهعمل كده فتحة كده في النص صغيرة، واحط فيها معلقة من السمسم اللي هو اللي مش محمص، السمسم الابيض العادي كده. وهنا بقى معايا 325 جرام اللي هم السمنة البلدي، حطيتهم كده على النار يتقطعوا. وهنزل بقى كده يحمصوا السمسم الابيض دوت، وهنزل بقى ببقيتهم كده وهقلبهم في السمنة. وبعد كده هضيف عليهم السمنة الباردة. هنا بقى التركاية بتاعتي اللي انا هعملها. انا هنا بقى كده مش هبس على ايدي ولا هعمل الكلام ده خالص. هقلب بس الدقيق كده مع السمنة، هدمجهم بس مع بعض، وبعدين هاخدهم كده على الكبة وهبس بقى الكحك بتاعي كده في الكبة. طريقة سهلة وبسيطة وخلت الكحك معايا بصراحة ناعم وجميل. هتجربوا الطريقة دي وإن شاء الله تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم. لو وصلت لحد هنا ادعموني باللايك وكومنت حلو زيكم، وشير كتير عشان الفيديو يوصل للناس أكتر. عايزة أقول لكم إن طريقة بس الكحك في الكبة سهلت عليا كتير قوي، وخلتني ما خدتش وقت خالص وما تعبتش إيدي ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. بصوا بتخلي الكحك كده دايب، وبتخلي انا اتفاجئت ان البس ده خلى الكحك طري كده وناعم بطريقه رهيبه. يعني لو انا قعدت ابسه على ايدي عمره ما كان هيبقى ناعم بالطريقه دي. بصوا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى انا هضيف له الخميره بالميه، كوبايه الا ربع من الميه على باكت الخميره، وهقلب بقى كده. بس طبعا انتوا هتحسوا كده ان هو لسه سايب او حاجه، هو بس عايز يرتاح شويه. هلم العجينه بايدي كويس كده لحد ما الخميره تختفي خالص، وبعد كده هغطيها بكيس بلاستيك واحطها في التلاجة كده نص ساعة ترتاح. وبعد كده هشكلها واشتغل فيها. تحسوا كده ان هي طرية كده وبتلزق في الايد، دي مفيهاش مشكلة خالص. طبعا احنا حاطين لها سمنة سخنة يعني مقدوحة، وفي نفس الوقت الضرب في الكبة خلاها برضو تبقى سخنة، علشان كده تحسوا ان هي سايحة شوية. عشان كده انا هدخلها التلاجة عشان بس ترتاح ولحد ما العجينة ترتاح كده. بصوا العجوة طرية وجميلة ازاي. بس احنا طبعا في ناس كتير بتخاف انها تنشف في الفرن، فطبعا هنحط لها حتة زبدة حلوة كده وندمجها فيها كويس كده لحد ما تختفي الزبدة خالص. هتبقى العجوة طرية جدا جدا. بس اهم حاجة في التسوية. بالنسبة للكحك السادة أنا بسويه على درجة حرارة 160، وبحطه على الشبكة كده في النص عشان يستوي براحته. وكل 3 دقايق كده تلف الصاج علشان خاطر ايه ما يحمرش من جنب وجنب لأ. أول ما تحسي كده انه ابتدى يحمر من تحت خلاص كده هتطلعيه من الفرن، وما تجيش جنبه خالص إلا لما يبرد. وبالنسبة للكحكة أبو عجوة، طبعا الكحكة بتبقى فاضية، فعشان العجوة منك ما تنشفش انا بسويه على درجة حرارة 190. ونفس الطريقة كل 3 دقايق برضو هلف الصاج على ناحية، واول ما احس كده انه ابتدى يحمر من تحت هطلعه ومش هاجي جنبيها خالص الا لما الصاج يبرد علشان خاطر الكحكايه ما تتهريش مني. هنا كده بقى انا بشكل العجوة. بصوا بقى كده بعملها كور صغننة كده على قد ما انا عايزة اعمل الكحكة. بسم الله ما شاء الله زي الشوكولاتة بالظبط، شكلها حلو قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دلوقتي بقى انا طلعتها من التلاجة بقى. بصوا هنا كده العجينة حلوة ازاي.
بسم الله ما شاء الله. هكورها كده وهتشوفوها ولا بتشقق ولا اي حاجة. اول ما تلاقيها كده تعرفي ان العجينة بتاعتك ناجحة 100%. بسم الله ما شاء الله. على فكرة بالنسبة لعجينة الكحك دي لازم تتعمل بالبصامة بس، يعني ما ينفعش نعملها بالمنقاش عشان هي طرية جدا. لو عايزة تعمليها بالمنقاش هتقللي السمنة، يعني هتخلي بدل 650 جرام هتخليهم، لأ هتخليهم 500 جرام. 500 جرام من السمنة تبقى العجينة معاكي ماسكة وتعرفي تعمليها بالمنقاش. انما انا بصراحة عشان بحب الكحك دايب قوي فبعملها كده وبحط كمية السمنة دي. هتحشي بقى الكحكة كده بالعجوة وهترصيها في الصينية كده وتبصميها بالبصامة وتكوني مولعة الفرن. اول ما تخلصي كده يعني هتسوي اول صاج عملتيه بعد ما تخلصي خالص، يعني هترصي كل الصاجات بتاعتك وهتبدأي بأول صاج. بصوا بقى كده النقشة بسم الله ما شاء الله باينة وبارزة ازاي، اللهم بارك. يعني أول صاج ابتديتي فيه هو ده أول حاجة هتسويها. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله شكل الكحكة جميل من غير ما تستوي يعني. وطعمها بقى عايزة اقول لكم طلع خرافة والله العظيم. وعلى فكرة مش لازم تستخدمي خالص سمنة بلدي، انت ممكن تستخدمي اي سمنة انت حباها، بس انا بحب اعمل الميكس ده. يعني مش شرط يبقى مثلا محتارة ان انت ما عندكيش سمنة بلدي او حاجة، لا عادي ممكن تعمليه باي نوع سمنة وهيطلع معاكي زي الفل. كفاية انك انت بتعمليه بايدك الحلوة. بص اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. والنقشة طالعة جميلة جدا. هخلص كل كمية الكحكة بعجوة وبعد كده هعمل الكحك السادة. اهم حاجة زي ما انا قلت في الاول التسوية. درجة الحرارة للكحك السادة هتبقى 160، ودرجة الحرارة للكحك بعجوة هتبقى 190. وان شاء الله هيطلع من ايديكي احلى كحك وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلوبكم الجميلة، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. دلوقتي بقى انا كده هعمل الكحك السادة. بصوا انا هكوره كله كده وبعدين هبصمه كده مرة واحدة. سهل وبسيط وطريقته اسهل من كده مفيش. هنا بقى بصوا بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله والنقشة باينة وجميلة اللهم بارك. ومش عايزة انسى حاجة في الفيديو. انا لما حطيت السمنة المقدوحة والسمنة الباردة، انا حطيت المقدوحة عشان لو انت مثلا هتعملي كمية من الكحك هتقعد معاكي فترة، تقعد وما يحصلهاش اي حاجة وريحتها ما تغيرش وطعمها ما يغيرش. انما لو انت هتعملي كمية قليلة ممكن تعمليها كلها بسمنة باردة بس. بصوا بقى ده الكحك السادة بسم الله ما شاء الله، برضو طالع جميل تحفة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.